مش معنى ان انا بقالي 3 ايام ما نزلتش اي شجر في المزرعه بتاعتي وسايبها مرميه كده ان انا لا لا لا، كنت تعبان شويه. اخر مره عملنا 4 شجرات يا بيه، وبعدين عملنا شجرتين بس انا ما صورتهمش، ما كانش ليا مزاج يعني. النهارده لبست سكراب مخصوص وهنعمل 6 شجرات ان شاء الله، يعني 6 شجرات. لكن اول حاجه نعملها نعمل كوبايه قهوه ويلا على المكتب. عملنا القهوه وشربناها، حضرنا الاقلام، حضرنا كل حاجه. يلا نبدا، معانا 3 ساعات. ربنا يسهل يعني. يلا. حوالي ساعة إلا كام؟ ساعة إلا 9 دقايق عدوا. ما تيجي نعمل كوباية شاي؟ معلش أنا عارف أنا لسه شايب قهوة وتقول لي القهوة ما غلط، لسه شايب قهوة. بس معلش احنا أيام امتحانات برضه وإيه، والشاي مفيد مش مضر. فتعالى نعمل كوباية شاي وبعدين إيه معانا شاي وشربناه برضه كالعادة، ونستكمل التايمر زي ما احنا عادي خالص ولا حصل حاجة. لي ساعة ونص وفاضل ساعة ونص زيهم. تعال اديك المعلومة الطبية بتاعت النهاردة. اجي اقول لك في بيقولوا كان زمان يعني او حاجة مشهورة ان انت لما تقعد كده مرتب، يعني انا مثلا بذاكر وانا عامل كده تمام، بكتب كده فترة كده، فده هيسبب لي اعوجاج في العمود الفقري. هل الكلام ده صحيح؟ ثانية كده نظبط الكاميرا. هل الكلام ده صحيح؟ مع الوقت الابحاث اثبتت ان الكلام ده بصراحة غلط. طيب هو ايه الصح؟ الصح ان انت لما تثبت في بوزيشن واحد لفتره طويله، سواء كان البوزيشن ده صح او البوزيشن ده غلط، فده ممكن يسبب لك مشكله. تمام؟ اما ان انا اقعد كده مثلا 5 دقائق، فده مش هو اللي هيسبب لي مشكله قوي. ففي مقوله تلخص لك كل ده، تقول لك ايه؟ ذا بيست بوزيشن او ذا بيست بوتشر از ذا نيكست بوزيشن. ذا بيست بوزيشن از ذا نيكست بوزيشن. البوزيشن او الوضع المثالي هو البوزيشن اللي جاي. يعني اللي جاي يعني انا قاعد كده شويه اقوم اقف شويه، تلاقيني قمت عملت كوبايه شاي، رحت اتمشيت من هنا للمطبخ، اتمشيت كل نص ساعه كل ساعه شويه. لو انا نايم على جنبي، حتى انت نايم على جنبك اليمين، تلاقي بعد شويه نمت على الشمال، شويه نمت على ظهرك وتلف. خدت بالك؟ فالمقوله ذا بيست بوزيشن از ذا نيكست بوزيشن. البوزيشن المثالي هو البوزيشن اللي جاي على طول ده، يعني اتحرك من مكانك. تمام؟ انا جوعت، ما تيجي ناكل. انا ناكل بسرعه بجد، اصل احنا ايام امتحانات فلازم نتغذى. انا مش بهرب والله، انا مش بهرب، مش بهرب من المذاكره، بس احنا لازم نتغذى. بص مش هناكل تعالى الدنيا حر، تعالى ناكل حاجه كده بارده. تمام؟ تعالى نشوف احنا عاملين جيلي، ناكل جيلي بسرعه. بصوا هو ده طبق رز بلبن، بس هو جواه جيلي مش رز بلبن، عشان تكون عارف يعني. تعال اديك معلومه انا ليه مشغل الوقت دي من ضمن المفروض اوقف الوقت، نوقفه ليه خلاص. اديك معلومه النهارده، معلومه ثانيه بقى. ليه بقى ايه الفيتامين؟ فكر معايا كده، اللي بيسموه فيتامين الاغنياء. تمام؟ فيتامين بي 12، برافو عليك اللي قال، برافو اللي ما قالش برضه. ليه بيسموه فيتامين بي 12 فيتامين الاغنياء؟ عشان خاطر حضرتك الفيتامين ده موجود في اللحمه بس، واللحمه بياكلها الاغنياء. تمام؟ طيب ثانيه، ما كده الناس اللي مش بياكلوا لحمه ما عندهمش الفيتامين ده في جسمهم، ده حرام ده. اقول لك لا، شوف بقى حكمه ربنا، شوف حكمه ربنا. الكميه اللي حضرتك محتاجها في اليوم من فيتامين بي 12 هي حوالي 5 مايكرون. 5 مايكرون، حاجه قليله جدا. طب الكميه اللي جسمك مخزنها اصلا في الكبد كام؟ 5 مللي. 5 مللي من 5 مايكرو، يعني جسمك مخزن كميه 1000 مره اللي انت محتاجها. يعني كميه تكفيك زي ما بيقولوا كده 1000 ليله وليله. كان الدكتور ناجي يقول 1000 ليله وليله تكفيك الكميه اللي انت مخزنها. خلال 1000 ليله وليله دول ربنا هيكرمك بحته لحمه، عيد اضحى، عيد مش عارف فطر، عزومه مش عارف فين، حد يديك سندوتش لحمه صغير، ربنا هيكرمك في 1000 ليله وليله بحته لحمه تخزن بيهم تاني فيتامين بي 12. شفت ازاي؟ يبقى ربنا ليه حكمه وسبحان الله يعني. يلا نخلص الجيلي ونخلص اللي ورانا ده.